قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا على الفيلم. بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها إيرلين واللي الشرطة بتعمل لها وشم على رقبتها، وده بيكون عبارة عن رقمها داخل السجن اللي هي داخلاه. وبعد ما بتوصلها الشرطة لسجن غريب وسط الصحراء بيسيبوها ويمشوا، وبنعرف إن السجن اللي إيرلين دخلته عبارة عن سجن خطير جدا وسط الصحراء، وبيكون ما فيهوش أي حد من الشرطة وما فيهوش أي قوانين تحكمه. وده بعد ما الوضع بقى صعب جدا في أمريكا، والحكومة ما بقاش عندها موارد ولا فلوس عشان تعمل سجون زي الأول، وأي حد بيعمل مشكلة الحكومة بترميه جوه السجن وبتسيبه. والسجن ده بيكون عبارة عن 3 مجموعات. المجموعة الأولى عبارة عن أكلي لحوم البشر، وده لأن مفيش أي أكل جوه السجن فبيصطادوا المساجين الجداد وبعدها بياكلوهم. والمجموعة التانية بتدول عندهم كل الإمكانيات وكل اللي هم عايزينه سواء أكل أو سلاح، لكن مش أي حد بيقدر إن هو يوصل له لأنه أبعد مكان داخل الصحراء، وعشان توصل له لازم تعدي على أكلي لحوم البشر. وكمان المجموعة التالتة وهم قطاع الطرق واللي بياكلوا أي حاجة يلاقوها وبيلموا الخردة من الصحراء. وبنرجع لأرلين اللي كانت لسه في الصحراء، ولما بتتعب من المشي بتلاقي عربية قديمة فبتدخل جواها، لكن فجأة بتسمع صوت عربية جاية عليها فبتطلع تجري بسرعة في الصحراء، لكنهم بيوصلوا لها وبيقدروا انهم يمسكوها وبيفقدوها الوعي. وبعد ما بتقوم إيرلين بتلاقي نفسها مربوطة بسلسلة على الأرض وهي مش عارفة هي فين، وبتلاقي حواليها ناس كتير ودول بيكونوا مجموعة أكلي لحوم البشر. وفجأة بتيجي واحدة ست وبتديها حقنة مخدرة، وبعدها بتبدأ ان هي تقطع دراعها وكمان بتقطع رجليها. وبنعرف ان هم بيعملوا كده عشان ياكلوهم او يبدلوا لحمهم باي حاجه هم عايزينها. وبنعرف ان قائد الجماعه دي واحد اسمه ميامي. وبعدها بتفضل إيرلين مربوطه كذا يوم وبتكون مش عارفه تهرب ازاي. وبعدها بيجي على بالها خطه وهي انها تعمل حمام على نفسها عشان اول ما الست تشوفها تضطر ان هي تفكها عشان ينضفوا لحمها اللي هياكلوه. وفعلا الخطه بتنجح، واول ما الست تشوفها بتفكها وبتروح تجيب ميه عشان تنضفها. وإيرلين بتزحف لحد ما بتوصل لقطعه حديد وبتضرب الست على دماغها لحد ما بتخلص عليها. وبعدها إيرلين بتزحف لحد ما بتوصل للوح تزلج وبتقدر ان هي تستخدمه عشان تبعد عن اكلي لحوم البشر، وبتفضل ماشيه في الصحراء. لكن بعد فتره بتتعب إيرلين جدا ومش بتقدر ان هي تكمل لحد ما بيلاقيها راجل عجوز عايش في الصحراء وحالتها بتصعب عليه، فبيقرر ان هو ياخدها معاه للجماعه بتاعته عشان يعالجوها ويخلوها تعيش معاهم. وبعد حوالي 5 شهور بنشوف إيرلين وهي عايشه وبتقدر ان هي تاكل وحياتها بتبقى احسن، بعد ما كمان بقى عندها رجل صناعيه بتمشي بيها، وكمان بيكون معاها مسدس عشان تقدر تستخدمه في الصيد في الصحراء. وبنرجع لميامي واللي كان حالتهم صعبة على عكس إيرلين، وبنت ميامي بتقول له ان هي جعانة جدا، فبيقوم وبيروح على واحدة من المساجين اللي هم ماسكينهم وبتفضل ان هي تترجاه عشان ما يقطعش حاجة تانية منها. لكن ميامي بيقرر ان هو يخلص عليها عشان ياكلوها كلهم مرة واحدة. وفعلا بيقعدوا كلهم بعدها عشان ياكلوها هو وبنته ومراته ماريا. وتاني يوم بنشوف بنت ميامي ومراته ماريا وهم في الصحراء وبيدوروا في الخردة على اي حاجة ممكن تكون مفيدة، لكن ماريا بتقع على الارض ورجليها بتنجرح، فبتجري عليها بنتها بسرعة عشان تساعدها. لكن فجأة بتظهر قدامهم إيرلين واللي كانت خارجة للصحراء عشان تصطاد بالسلاح بتاعها. ولما بتشوفها إيرلين بتعرف ان هي من جماعة ميامي اكلي لحوم البشر واللي قطعوا ايديها ورجليها، وبتفضل ماريا تترجى فيها عشان تسيبها وتسيب بنتها. لكن فجأة إيرلين بتضرب ماريا بالنار وبتخلص عليها قدام بنتها، وبتفضل بنتها حزينة جدا عليها. لكن إيرلين مش بتهتم بيها وبتقرر ان هي تسيبها وتمشي، فبتمشي وراها بنت ميامي لانها بتكون مش عارفه ترجع ازاي لوالدها. لكن وهي في الطريق بيشوفها شخص عجوز بيجمع الخرده، وده الشخص اللي كان انقذ إيرلين قبل كده وساعدها لما كانت مرميه في الصحراء. وبنعرف ان هو شاف كل اللي حصل. وبعدها إيرلين بتاخد البنت معاها، وهناك بتشوف الارانب الصغيره وبتكون معجبه بيهم، فبتقرر إيرلين ان هي تشتري لها واحد. وبعد ما بيروحوا البيت بتفضل إيرلين تتكلم معاها وبتسألها عن أهلها في جماعة ميامي، لكن البنت بتكون خايفة جدا ومش بترد عليها. وبعدها بنرجع لميامي اللي بيحس إن مراته وبنته اتأخروا في الصحراء، فبيقرر إن هو يطلع بنفسه عشان يدور عليهم. هو بياخد الموتوسيكل بتاعه عشان يدور عليهم، ولما بيوصل لمكان الخردة بيكتشف إن مراته ماتت، فبينصدم من المنظر وبيتضايق جدا. ولما مش بيلاقي بنته بيعرف إن هي لسه عايشة. وبعدها بيشوف الراجل العجوز اللي شاف إيرلين وهو بيلم في
خردة، فبيسأله عن بنته وبيوريها الرسمة اللي هو رسمها ليها، لكنه بيكتشف ان الراجل ده اخرس ومش بيتكلم. ولما بيشوف الراجل العجوز الصورة بيعجب بيها جدا وبيطلب من ميامي ان هو يرسمه هو كمان، فبيضطر ميامي ان هو يعمل كده ويرسمه عشان يعرف منه مكان بنته. وبعدها فعلا بيكتب له الراجل العجوز على مكان بنته، وبيكتب له ان هي موجودة في مخيم الاحلام، وده المخيم اللي عايشة فيه إيرلين مع الجماعة الجديدة بتاعتها. وبعدها ميامي بيستخدم الموتوسيكل بتاعه عشان يوصل للمخيم، لكنه مش بيقدر يدخل لان المخيم بيكون مقفول ببوابات كتيرة وعليها حرس، ولو قرب هيخلصوا عليه لانهم عارفين ان هو من اكل لحوم البشر. وفي المخيم بتروح إيرلين هي وبنت ميامي عشان تحضر حفلة وبيكون عاملها مغني مشهور اسمه جيمي. وبعد ما بيخلص جيمي الاحتفال بتاعه بيقدم لكل المساجين واحد اسمه تشارلي، وبنفهم ان تشارلي ده يعتبر زعيم المخيم واهم واحد موجود في السجن، وكل اللي موجودين في السجن بيحترموا وبيعملوا حساب. وبيتكلم تشارلي وبيقول لهم ان الحكومة جابتهم كلهم للسجن عشان يخلصوا منهم كلهم، وبيقول لهم ان هم لازما يكونوا مستعدين عشان يحرروا نفسهم من السجن في اي وقت. وبعدها المساعدة بتاعت تشارلي بتوزع حبوب مخدرة على كل اللي موجودين في الحفلة، وبتاخد إيرلين من الحبوب هي كمان، وعشان كده مش بتاخد بالها من بنت ميامي واللي بتبعد عنها وبتفضل تتحرك لوحدها في الحفلة. ولما بيشوف تشارلي الأرنب اللي معاها بيعجب بيه جدا، ولما بتروح له بنت ميامي بيكون معجب بيها جدا وبيطلب منها تدخل القصر معاه هو ومراته. وفعلا البنت بتدخل معاهم، وبسبب ان إيرلين لسه تحت تأثير المخدر بتطلع بره الصحراء وبتفضل ماشية وهي مش عارفة هي فين، لحد ما بالصدفة بيشوفها ميامي واللي كان بيدور على بنته. لكن بعدها إيرلين بيغمى عليها تحت تأثير المخدر، واول ما بتفوق بتلاقي ميامي قدامها بعد ما اخد رجليها الصناعية. وبعدها بيسألها عن بنته فبتقول له ان هي ما تعرفش عنها حاجة، وبتفهم إيرلين ان البنت اللي معاه تبقى بنت ميامي زعيم اكلي لحوم البشر، وان ماريا اللي خلصت عليها تبقى مراته. فبيعرض عليها ميامي ان هو يرجع لها رجليها الصناعية وكمان ياخدها لحد المخيم، وده مقابل ان هي تساعده عشان يدور على بنته هناك، ولو ما وافقتش على العرض بتاعه هيخلص عليها ويسيبها في وسط الصحراء. فبتضطر إيرلين ان هي توافق، لكن هما ماشيين في وسط الصحراء بيوصل لهم راجل من قطاع الطرق وبيعرض على ميامي جيركن بنزين مقابل ان هو يديله الرجل الصناعية بتاعت إيرلين. فبيوافق ميامي وبيديله إيرلين نفسها مقابل الجيركن. وبعد ما الراجل بياخد إيرلين ويمشي بتفضل تصرخ، لكن فجأة ميامي بيطلع سكينة وبيرميها على رجل الراجل، وبعدها بيضربه بسكينة تانية وبيخلص عليه، وكمان بيقطع دراعه عشان يتعشى بيها، وبياخد كل حاجة كانت معاه. وبعدها بياخد إيرلين عشان يكملوا طريقهم، لكن هما في الطريق بتيجي عاصفة رملية شديدة جدا، وإيرلين بتكون خايفة جدا ومش عارفة تمشي في الصحراء، وبيضطروا ان هما يقفوا شوية في وسط الطريق عشان يحموا نفسهم من العاصفة. وبعدها بيجي الليل عليهم وبيضطروا ان هما يدخلوا كهف في الطريق عشان يستريحوا وياكلوا لحد الصبح. ولما بتسأل إيرلين ميامي عن السبب اللي بيخليه ياكل لحوم البشر هو والجماعة بتاعته، بيقولها ميامي ان هو كان انسان بسيط وطبيعي، وان هو من اصول غير امريكية، لكنه سافر لامريكا بطريقة غير شرعية عشان يشتغل ويصرف على اهله، وكل حاجة كانت تمام لحد ما الشرطة قبضت عليه ودخلته السجن. وبيقولها ان هو بيعمل كده عشان ياكل هو واهله والا كلهم هيموتوا من الجوع. وبتحس إيرلين بالتعاطف معاه وبتكون معجبة بيه، وبتفضل تتكلم معاه عن نفسها وحياتها بره السجن. وبعدها بتسأله عن الوشم بتاعه عشان تعرف هو رقم كام في السجن، لكن ميامي ما بيرضاش يوريها الرقم. ولما بتقوم إيرلين بنفسها عشان تشوف الوشم فجأة بتاخد سكينة ميامي وبتهدده بيها، وبتقول له ان هي بتكرههم كلهم وهتخلص عليه هو كمان. لكن فجأة بيجي راجل غريب من بره الكهف وبيضرب ميامي بالنار، وبيكون الشخص ده من المخيم وجاي عشان ينقذ إيرلين. وبعدها إيرلين بتروح مع الشخص ده وبتسيب ميامي وهو مجروح عشان ترجع المخيم. لكن بعدها بيظهر الراجل العجوز وبيلاقي ميامي بالصدفة مرمي في الصحراء واللي بيكون لسه عايش، فبياخدوا الراجل العجوز وبيساعده وبيعالجه وكمان بيصطاد عشان ياكله. وتاني يوم بيرجعوا العجوز لمكان الموتوسيكل بتاعه. ولما بترجع إيرلين المخيم بتفضل تدور على البنت لكنها مش بتلاقيها، وبتكون حاسة بالذنب بسبب ان هي سابت ميامي وهو مجروح، وبتقرر ان هي تدور على بنته وترجعها له. وبتاخد رسمة من اللي ميامي راسمها لبنته، وبعد ما بتطبعها بتوزعها على كل اللي موجودين في المخيم عشان تلاقيها، لكن محدش بيكون عارف هي فين. وبالصدفة بتكون إيرلين قاعدة بعد ما فقدت الامل ان هي تلاقي البنت، وفجأة بتلاقي البنت مع مرات تشارلي والخدم بتوعه، وبتعرف ان تشارلي اخدها كمان عشان تعيش في القصر بتاعه واللي بيكون كله وسائل رفاهية على الرغم ان هو في الصحراء. وبتقرر إيرلين ان هي تدخل القصر بتاع تشارلي وتضحك عليه وتقول له ان هي عايزة تنضم للستات بتوعه عشان تعيش معاه. وبتكتشف إيرلين ان الستات اللي تبعه كلهم حوامل منه، والقصر بيكون
بيكون كله ملان حبوب مخدره، وبنفهم ان تشارلي هو اللي بيوزع المخدر ده في السجن كله مقابل الفلوس او اي حاجه هو عايزها. عشان كده هو رئيس المخيم وغني جدا. ولما بتعرض ايفلين نفسها على تشارلي بيوافق فعلا، وبيوافق ان هو يضمها للستات بتوعه، وبيطلب من واحده منهم ان هي تاخدها عشان تهتم بيها، وبتدخلها الاوضه بتاعتها. وهناك ايفلين بتدخل الحمام وبتفك الرجل الصناعيه بتاعتها، وبنكتشف ان هي مخبيه فيه السلاح بتاعها. وبعدها اول ما تشوف مرات تشارلي بتطلع المسدس وبتهددها بيه عشان تهدد تشارلي بيها. ولما بيشوفها تشارلي بيسالها بتعمل كل ده ليه، فبتقول له ايفلين يسيبها تمشي هي والبنت الصغيره مقابل ان هي تسيب مراته وما تاذيهاش هي واللي في بطنها. وبتقدر ايفلين فعلا ان هي تخرج من القصر مع البنت، وبتاخد مرات تشارلي معاها عشان تحمي نفسها، وبتستخدم عربيه صغيره عشان تطلع من المخيم. وبعد ما بتطمن ايفلين بتسيب مرات تشارلي عشان ترجع للمخيم لوحدها، وبتكمل هي الطريق مع بنت ميامي في وسط الصحراء. وبيفضلوا يدوروا على ميامي لحد ما بتلاقي موتوسيكل جاي عليها، وبتكون خايفه جدا لا يكون واحد من قطاع الطريق. لكن بعدها بتكتشف ان هو ميامي، واول ما بيشوف بنته بيحضنها وبيفرح جدا. وكان لسه هيخلص على ايفلين، لكن بنته بتفهمه ان هي اللي انقذتها وانها كانت عايشه معاها. وبيقرر ميامي ان هو ما يعملش حاجه لايفلين مقابل ان هي ساعدت بنته. وقبل ما يمشي بيشكر ايفلين، لكن ايفلين بتطلب ان هي تروح معاهم عشان تعيش معاه، لانها مش هتقدر ترجع للمخيم تاني والا تشارلي هيخلص عليها. لكن ميامي بيقول لها ان هو مستحيل ياخدها معاه لجماعه اكلي لحوم البشر، وبيكونوا مش عارفين يتصرفوا ازاي ولا يعملوا ايه. وبيقول لها ان هم لو فضلوا في الصحراء اكيد هيموتوا كلهم. لكن ميامي بيلاحظ ان بنته بتحب ايفلين، وبيكون هو كمان معجب بيها، فبيقرر انهم يعيشوا سوا مع بنتهم بعيد عن المخيم وبعيد عن اكلي لحوم البشر. واول حاجه بيعملوها ان هم بياكلوا الارنب بتاع بنته، لانهم بيكونوا جعانين جدا ومفيش اي حاجه تانية قدامهم عشان ياكلوها. والبنت بتكون زعلانه جدا وهي بتاكل الارنب بتاعها، وبيفضلوا كلهم في وسط الصحراء. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وسلام.